مرحبا، أهلا وسهلا بكل المتابعين. معكم أنا المستشارة يسرى من يسرى أونلاين إليجانس. اليوم رح ناخد درس أكاديمي مهم كتير لكل كوافير جديد داخل عالم صبغات الشعر. موضوعنا هو التونر. من شو مصنوع؟ مين اخترع فكرته؟ كيف بنستعمله؟ شو هي الأخطاء اللي لازم تتجنبوها؟ خليك معي للآخر، هالحلقة رح تعطيك أساس علمي تحتاجه بكل شغلك، وبليز لازم تهتموا بالتفاصيل لأنه رح تحتاجوها لتسهل عليكم شغلكم. جهزوا دفتر الملاحظات ويلا نبلش. كيف بلشت فكرة التونر؟ الفكرة ما اجت من فراغ. بداية القرن العشرين لما بلشوا خبراء الشعر يشتغلوا على تفتيح الشعر، لاحظوا انه الشعر بعد السحب بيطلع معهم انعكاسات صفراء وبرتقالية. بهديك الفترة الكيميائيين يلي كانوا بيشتغلوا مع شركات الصبغات حاولوا يلاقوا طريقة تحيد الانعكاسات بدون ما يرجعوا يفتحوا الشعر أو يغمقوا. أول مفهوم للتونر ظهر بأوروبا، خصوصاً بألمانيا وفرنسا، مثل ويلا، شوارزكوف ولوريال. هالشركات كانت من أوائل يلي طوروا أصباغ شبه دائمة ديمي بيغمنت، هدفها الوحيد تصحيح اللون بعد التفتيح. يعني التونر هو نتيجة بحث علمي مش بس منتج تجميلي. جيل جديد ومتطور من التونرات، مواد حامضية خفيفة أسيد ingredients تنحط بتركيبة التونر لسبب معين. الشعر بعد سحب اللون بيكون قلوي والقشرة بتكون مفتوحة، pH عالي. التونر فيه مواد حمضية خفيفة بتعمل العكس، بتنزل البي اتش، بتفعل قشرة الشعر شوي، بتخليه اللون يثبت وما يبهت بسرعة. لما القشرة تتكسر الشعرة بتصير أنعم وأملس، بتعكس الضوء أكتر. أنواع المواد الحمضية الخفيفة يلي ممكن تلاقيها بالتونر قبل ما تشتريه اقرأ المكونات: حمض اللاكتيك، حمض الليمون، حمض التفاح، أحماض أمينية. هيدي المواد مش قوية مثل أحماض التقشير، هي بس لتعديل التوازن مش أكتر. هيدا الجيل بيتميز بتركيبة بدون أمونيا بالكامل، مضاف إلى الباثينول والجليسيرين بتقنية بوندينج تكنولوجي لحماية الشعرة بعد سحب اللون. أصباغ عنقاء تعطي نتيجة باردة بدون بهتان سريع، ثبات أعلى من التونرات القديمة. ألوان جاهزة دقيقة مثل البلاتينيوم والسموكي، موف بارد، بيج ناعم. التونر علمياً وظيفته هو مستحضر تصحيح لوني، مثل ما حكينا بيشيل الانعكاسات المزعجة. هيدي الأصباغ بتطبع على الشعرة الخارجية بدون ما تدخل بالعمق. التونر ما بيغير مستوى اللون وما بيفتح الشعر ولا بيغمقه، هو فقط معدل للانعكاس. بعض الشركات بتضيف مواد رابطة للشعر بوندينج ايجنتس لتحافظ على بنية الشعرة بعد السحب. أشهر الشركات يلي صنعت التونر وطورته من أهم الشركات العالمية ويلا، كولور تشارم تونر. الأشهر عالمياً شوارزكوف إيغورا تونر، لوريال ديالايت تونر، ريدكن تونر، وأقوى التونرات الاحترافية ماتريكس وبرافانا. هالشركات هي يلي أسسوا مفهوم التونر الحديث. شو هي الألوان التونر الجاهزة؟ معظم الشركات بتقدم مجموعة جاهزة: بنفسجي، أزرق، أخضر، رمادي، فضي، لؤلؤي بيعطي نعومة ولمعة، بيج بيعطي نتيجة طبيعية دافية، بلوند الرمادي فاتح جداً، أشقر البلاتيني. مثال علمي وبصري: لو الشعر ظهر أصفر فاقع، طبق الصبغة مستوى اللون بنفسجي 9 أو 10 مع أكسجين 5 أو 10. ولو اللون ظهر برتقالي استعمل أشقر غامق رمادي رقمه 7. وإذا البرتقالي قوي اختار رمادي قوي أو رمادي مع أزرق مستوى اللون 8. متى بنستعمل التونر؟ بعد سحب اللون مباشرة، بعد الصبغة إذا طلع الانعكاس مزعج، بعد علاجات الشعر مثل الكيراتين والبوتوكس وبروتين والكولاجين. انتظر من 5 أيام ل7 أيام. استعمل التونر بدون أمونيا مع أكسجين 5 أو 10 فوليوم. ما تتركوه وقت طويل لأنه الشعر بيكون كتير حساس. بعد السباحة من الكلورين فيك تطبقه فوراً لما يبهت اللون بعد أسابيع. إذا بدك تضبط اللون بدرجة الأشقر بدون تفتيح جديد، فينا نستعمل التونر بعد السحب فوراً بعد الصبغة بنفس اليوم أو تاني يوم. مع أي أكسجين نخلط التونر، الأكثر استعمالاً 5 و10 فوليوم. قديش بنتركه على الشعر؟ بين 10 دقايق وال20 دقيقة. الشعر الداكن بياخد وقت أطول، الشعر المسحوب كتير بيمسك بسرعة.
راقب كل 3 دقائق هل التونر آمن للحوامل. بشكل عام هو ألطف من الصبغة، أمونيا قليلة أو بدون، بس الأفضل ما يلمس الفروة ويكون في تهوية بالمكان. هل التونر أأمن من الصبغة العادية؟ إيه، لأنه ما بيفتح الشعر وما بيدخل بعمق، أمونيا أقل، بيعتمد على أصباغ شبه دائمة، ألطف على الشعر المعالج. نصائح أكاديمية للكوافير جديد: افهم نظرية الألوان قبل أي خلط، ما تطبق التونر على الشعر الناشف كتير، جرب خصلة قبل التطبيق بالكامل، ما تستعمل أكسجين عالي، راقب الشعر لأنه التونر بيمسك بسرعة، استخدم الشامبو البنفسجي للحفاظ على النتيجة. هيدا كان شرح أكاديمي مفصل عن التونر، تاريخه، مكوناته، كيف نستخدمه، كيف نختار اللون الصح. لو حابين تدخلوا على التطبيق العملي فيكم تدخلوا على صفحة القناة تختاروا أي فيديو ممكن يفيدكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. كنت أنا معكم المستشارة يسرا من يسرا أونلاين إليجنس. باي باي.